بعض الاخطاء التحكيميه لازم نذكرها بسرعه. الحكم كان سيء النهارده بصراحه. الحكم كان عندما احلى ضربه جزاء المفروض كان يلغي البطاقه. نعم. لكن لم يلغي البطاقه. لا. بعد ذلك اشهر بطاقه غير مستحقه للاعب اهوي، يعني كانت في اهو تلقى بطاقه. نعم. لكن في الاخير اشار له بانه هذه البطاقه الاولى وليست البطاقه الاولى. نعم. كان المفروض يلغيها. لا، هو الغاها بدون ان يعلم اللاعب. لازم يعلم اللاعب، لازم يعلم الجمهور، ولازم يخطر والاعلام كلها. يخطر يروح للاعب يقول له ولم يشارك. حتى هذه البطاقه مش صراحه كانت شويه المباراه كانت تحتاج الى حكم خبره اكثر، يكون عنده اكثر خبره، لان عندك عناصر عندها شخصيه قويه جدا وممكن انها تسيطر ممكن في بعض الاوقات على الحكم. في ايضا الموضوع على دخول اللاعبين داخل منطقه 18 بعد تسديد، هذا لا يؤثر لان الكره كانت في القائم. هذا على حسب الخبراء. سالنا الخبراء التحكيم وقالوا لنا بان عندما الحارس لا يتصدى الى ضربه جزاء فلا تعاد ضربه طالما جزاء. الحارس ما لمس الكره ما تتعادش. نعم. هذا على حسب الخبراء والعلم لله. اظن بان صحيح ان الرجاء قدم نعم. اداء مميز من ناحيه الروح والقتاليه وما مطلوب منه، كان يحتاج الى هذا التسجيل بدون شك. تعلم اشياء كثيره ايضا، تعلم اشياء، وحتى نعم. انا اللي اريد ان يتعلم وهو ادارته، وانا نعم. رئيس جيد وعنده نيه طيبه. نعم. لكن يحتاج انه يكون حوله ناس محنكين في التسيير لكي نعم. يقولوا له ان مش ممكن انك تغير 13 و14 لاعب، مش ممكن انك تستغني عن بعض الكوادر، لان هذه الكوادر هي من تؤطر لك الشباب. ويبدأ البناء من الأسفل. نعم. لكن يجب أن يكون تدريجيا. نعم. شكرا لك. لكن يجب أن يكون هناك أيضا جلسة، ومن دون شك أيضا فرحة كبيرة في صفوف